هم ابطال الدوري هم. اصل كان في فريق الطموح واخده وكان عايز ياخد الدوري وفاكر ان هو هيعرف ياخد الدوري على حساب الاهلي. شفت بقى الفرق بين شخصيه البطل وشخصيه الهطل؟ النهارده هنغير كلمه راجل يا شيبي وهنقول اسد يا قفشه. يا جدعان انا عايز اقول لك ان قفشه الموسم ده جايب 3 قواضي، هو قفل ملف القضيه على مستوى الوطن العربي كله. الولد جايب قضيه في الماتش بتاع كاس مصر لما كسبنا 2-0، وجايب القضيه بتاعه بيراميدز لما لعبناهم اول ماتش لما كسبنا 3-2، والنهارده جايب قضيه خدنا بيها الدوري. يعني تخيل بقى القواضي بتاع قفشه كلها: قضيه خدنا بيها افريقيا، قضيه خدنا بيها الدوري، قضيه كسبنا بيها بيراميدز وقتلنا املهم برضو في الدوري، قضيه نهت على الزمالك وخدنا بيها كاس مصر. لك ان تتخيل ان قفشه بقى له ماتشين اصلا ما بيلعبش وكولر ما كانش بيلعبه، النهارده نزل نهى على الدوري تماما. انت بقالك 90 دقيقه مش عارف تجيب جون، لما نزلت قفشه ظبط لك الاداء، ظبط لك الملعب، خلى في شكل للعب، وفي الاخر هو اللي جاب الجون عشان ربنا بيكافئ اللي بيتعب. انت عارف انا طول الماتش يا جدع قاعد مخنوق وعارف ان الاهلي ممكن يتعادل، بس انا واثق في فرقتي. ولكن احمد سامي ده يا جدعان بيقدم كره عقيمه، اعقم مدرب شفته في الدوري المصري. بيقدم كره سيئه جدا يا جدعان، اقسم بالله ما بيعمل حاجه غير انه بيرص الرجول بتاع ال 11 لاعب اللي هو بالجون كمان، واخد بالك انت؟ انا عايز اقول لك ان هو شوف بقى 11 لاعب في رجلين يبقى 22 رجل، بيحطهم على ال 18 وعلى الست طيارات. يا جدع شفت العقليه؟ انا فريق بالتعادل اخد الدوري، بس الاهلي عمل اكتر من اللي يكفيني انا اصلا، انت واخد بالك؟ هو ده يا جدعان ميزه الاهلي يا جدعان، ميزه الاهلي. تخيل يا جدعان ان فريق من بعد ما خد دوري ابطال افريقيا انا نفسي قلت هيقع بدنيا في الماتشات المؤجله ليه، ما خسرش ولا ماتش في الدوري من بعد ما كسب الترجي وخد دوري ابطال افريقيا لحد دلوقتي. حتى المنافس اللي كان بيقول لك ان هو مانشستر سيتي الدوري المصري خدناه رايح جاي. يا جدعان الاهلي غير، الاهلي غير، الاهلي لا يقارن باحد في مصر ولا في الوطن العربي ولا في افريقيا ولا باي حد في الشرق الاوسط اصلا. ما تجيش تقارن زمالك ولا بيراميدز ولا الفرق ديت يا جدعان، الفرقه دي تعبانه على الله حكايتها اقسم بالله. فالاهلي بابا الشغلانه وبابا المجال وانا ديش المجال، وكل الفرق جنب الاهلي شويه عيال.